والبرعي يقول عن أولياء الله: أيا رجال الغيب. يا أخوان البرعي المشكلة إنه البرعي كتب كلامه قال وما ناكل. في ناس يجي يقول لك يا أخي أصلا ما عندك حل إلا حلين، يقول لي ما قال وكتابه فيه القال فيه، يقول لي قال الكلام لكن ده ما معناه. توريني شنو معناه. أصله حاجتين، يقول لي ما قال لكن هو قال، هو ذاته قال أنا قلت. انت تقول هو ما قال، هو قال أنا قلت. ما ناكل. والناس بيجي أولوا لما قاصد كده، هو لكن قاصد كده. والدليل إنه ساكت. ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي دير الأولياء، وألهد عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم هو من نوم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله. تشاءون ما قد شاء ولله دركم، إذا شئتم شاء الإله. والله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. لنبيه. بل بالنسبة الزول ده عنده شيء عجيب. هو مرات بيقول مثلا عنده قصيدة يمدح فيها أبوه، يقول: عند الله وعندك سر القوم يا الطاهر زندك. عند الله ومنه وعندك. قاموا الناس اتقدوا قالوا الله ما بيجيبوا معه زول بواو بالواو، تقول عند الله ثم عندك، لكن ما تخد ابوك مع الله سوا. قام ألف قصيدة ثانية قال شنو؟ قال له: عندك وعند الله سر القوم يا ابن وقيع الله. أستاذنا عندك وبعدك عن منه. ما قدم الله في الأول قدم الله. الناس لما استذكر عليه قدم أبوه عديل، وجاب الله بعدك بعد أبوه. عندك وعند الله سر القوم يا ابن وقيع الله أستاذنا. انظر إلى هذا الضلال المبين. طيب